يوم 9 أغسطس سنة 2010 جت الشرطة مكالمة من شخص كان بيجري جنب سكة قطر مهجورة، ولاحظ حاجة غريبة في الأرض لكن ما قربش كتير منها، وبسرعة أدرك إن قدام رجل بني آدم، فجري بسرعة وبلغ الشرطة. الشرطة راحت للمكان واكتشفوا إن هي فعلا جثة البنت، وكانت مش لابسة حاجة ووشها للأرض، ومن الواضح إنها مقتولة لأن شكلها ما كانش طبيعي أبدا. حكاية النهاردة عن جيما هيتر اللي كانت ضحية شر وسوداوية البشر اللي ما بقاش ليهم حدود. أنا خلود عبد الرزاق، وده شيء من الخوف. جيما هيتر شابة من ولاية ووركويشر في بريطانيا، اتولدت سنة 1982 وكانت الأخت الصغيرة بين 3 أطفال. من ساعة ما اتولدت جيما والأم لاحظت اختلافات بينها وبين إخواتها، كانت بتكبر بشكل مختلف، وكانت كل ما بتزيد في العمر كل ما الموضوع ده بيزيد معاها. الأم ظنت في البداية إن ده متعلق بشخصيتها المختلفة، فكانت جيما على حد وصفها هي بنت محتاجة دايماً تفضل في حضن والدتها، وكانت فوضوية جداً وعشوائية في كل تصرفاتها وبتبوظ كل حاجة حواليها تقريباً. بس جيما ما كانتش بتعمل الحاجات دي بمزاجها أو متعمدة، ده هي كانت بتعمل ده بسذاجة وبراءة شديدة، لأنها ما كانتش تعرف إن اللي بتعمله ده ممكن يزعل والدتها، والطبع ده مع الوقت بدأ يزيد معاها. ساعتها الأم حست إن بنتها فيها حاجة، وشكت إن هي ممكن تبقى بتعاني من التوحد. أخدتها لأكتر من دكتور، بس كلهم اختلفوا في التشخيص. منهم اللي قال إن هي فعلا بتعاني من التوحد، ومنهم اللي قال إن هي مريضة بمرض تاني، بس كلهم اتفقوا إن جيما فعلا فيها حاجة مش طبيعية. ولأن ما تمش تشخيصها بمرض محدد، جيما ما كانتش مؤهلة للحصول على خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من النظام الصحي البريطاني. فضل والدها ووالدتها يعرضوها على أطباء كتير جدا لحد ما وصل عددهم ل 200 طبيب، بس للأسف محدش منهم عرف إيه المرض اللي عند جيما. طبعا عيلتها حسوا بإحباط شديد وكانوا عايزين يساعدوها، بس ما كانش فيه في إيديهم أي حاجة. وفي الناحية التانية جيما كانت بتعاني لأن هي ما حصلتش على مساعدة مناسبة، وحالتها كانت بتزداد سوء يوم بعد يوم. ولما كبرت شوية ما كانتش حتى بتقدر تحافظ على نظافتها الشخصية، فمثلا ما كانتش بتعرف تغسل إيديها أو تستحمى، وكانت والدتها بتحاول إن هي تساعدها في الحاجات دي، خاصة إن تجاهل جمل ده ما كانش متعمد أو إهمال منها أو حتى كسل، ده كان لأن عقلها مش مستوعبه أصلا. ولما بقى عندها 13 سنة شكلها الخارجي بدأ يتغير فجأة، وزنها زاد بدون سبب وطولها وقف تماما كأن نموها وقف. ساعتها والدتها أخدتها مرة تانية للمستشفى، واللي الدكتور قاله كان صادم جدا. الدكتور قال لهم إن اللي بنتها بتمر بيه ده سن اليأس، وصلت لسن اليأس في الوقت اللي كان مفروض توصل فيه لسن البلوغ. كل الحاجات اللي كانت في جيما خلتها محل للسخرية وعرضتها للتنمر من الأطفال التانيين. أخوها قال إن كل مرة بيروحوا فيها للنزهة الأطفال ما بيبطلوش مضايقة فيها، وبينادوا عليها بأسماء كتير جدا كلها وحشة، وبيفضلوا يضحكوا عليها. بس جيما كانت بنت مليانة بالفرح والسعادة والإيجابية بشكل غريب، وما كانتش بتفرق بين الناس الوحشة والكويسة في حياتها. دي كانت بتعتقد إن كل الناس طيبة وكل الناس بتحبها وبتسامحهم بسرعة جدا. حتى لما كانت بتتضايق من التنمر كانت بتنسى الموضوع بسرعة وترجع تضحك وتلعب من جديد. كانت بتحكي دايما عن يومها في المدرسة، وبتقول إن ليها أصحاب كتير، مع العلم إن أي حد بيسمعها وهي بتحكي هيفهم إن دول مش صحابها فعلا، دول بيجبروا جيما تعمل حاجات وبيستهزئوا بيها علشان بس يسلوا نفسهم. طبعا هي ما فهمتش كده واعتبرتهم صحابها، وزي ما قالت والدتها طالما اللي بيستهزئوا بيها وبيتنمروا عليها بيعرفوا نفسهم كأصحابها، جيما مش هتشوف إن في مشكلة. ده كل اللي هي عايزاه. لما جيما كملت 14 سنة اتشخصت بالتوحد، بس بعد
فحوصات كتير اتشخصت باضطراب اسمه اضطراب السلوك. من أعراضه تجاهل المعايير والعادات الأساسية في المجتمع، زي إن المريض ما بيقدرش يعمل الحاجات اللي معظم الناس العادية بتعملها حتى لو كانت بسيطة. سابت المدرسة الحكومية واتنقلت لمدرسة خاصة كانت أنسب ليها، وهناك حياتها وشخصيتها اتغيرت تماماً. حققت نجاحات كبيرة في الدراسة والنشاطات الاجتماعية والفنية، وعملت صحاب حقيقيين. ولما كملت 19 سنة كان ده الوقت عشان تستقل بعيد عن أسرتها وتبدأ تدير شؤون حياتها بنفسها. وجالها كمان فرصة إنها تدخل الجامعة في ويلز وتعيش في شقة في سكن طالبات، وكانت دي المرة الأولى اللي بتيجي الفرصة لجيما إنها تستقل بحياتها تماماً. أكيد والدتها كانت مش مرتاحة وقلقانة جداً عليها، خاصة إن هي هتكون بعيدة عنها، بالرغم من إن الإدارة طمنتها إن السكن مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة وإن هي في إيد أمينة. إلا إن الأم ما حستش بالراحة أبداً. مشيت جيما وكانت حاسة بسعادة كبيرة بحياتها الجديدة، وطورت مهاراتها فعلاً. بقت بتطبخ لنفسها وبتحافظ على نظافتها لحد كبير، وكمان اتعرفت على أشخاص جديدة. فضلت كده لمدة 2 سنين، وبعد كده قررت إن هي ترجع لوورويكشاير لأن هي كانت اكتفت من الغربة والدراسة، بس ما رجعتش على بيت أهلها. جيما كانت مصممة إن هي تكمل حياتها مستقلة، فأجرت شقة تعيش فيها زي ما هي عايزة. الشقة كانت في سكن مدعوم من الحكومة، وكان بيتصرف لها إعانة أسبوعية. بس للأسف السعادة دي ما طولتش كتير، وبدأت ترجع جيما للحالة القديمة. بقت بتهمل في نفسها وفي نظافتها وفي نظافة البيت. ولما وصلت للحالة دي عرفت إن هي محتاجة مساعدة، وبعتت رسائل كتير للحكومة تطلب منهم يبعتوا حد يساعدها نظراً لحالتها الصعبة والصعوبة في المحافظة على نظام حياة صحي. فكانت واحدة من رسائلها بتقول فيها إن هي محتاجة تشتغل، وإن يكون في حد يساعدها لما تحتاج. ده كل اللي بتتمناه وعايزاه في حياتها. الحكومة بعتت شخص لمعاينة الشقة ووضعها، لكن الفحص ده ما كملش 10 دقايق علشان يقرروا بعدها إن جيما قادرة على الاعتناء بنفسها ومش محتاجة أي حد. مع الوقت وضع جيما تدهور جدا، ووقفت تماما عن الاعتناء بنظافتها الشخصية، وكمان بطلت تطبخ لنفسها، وبقت بتاكل كتير جدا وكل أكلها مش صحي، وكانت الزبالة في بيتها في كل مكان تقريبا، لدرجة إنها ما بقتش تسمح لعيلتها إنهم يزوروها علشان اتكسفت إنهم يشوفوا الفوضى والزبالة اللي في كل مكان. وما كانش عندهم أي فكرة عن حالتها الصعبة دي، وما يعرفوش إنها ممكن تطرد بسبب تهديدات المالك، لأن جيرانها اشتكوا من الروايح الكريهة اللي بتخرج من شقتها. المسكينة خبت كل ده عنهم علشان ما كانتش عايزاهم يقلقوا، وما كانتش عايزة تخسر استقلاليتها برضو. بس بعد شوية وقت حصل حاجة هي ما خبتهاش عنهم، وهو إن هي عرفتهم على واحدة من صحابها الجداد. ودي الحاجة اللي كانت مخلياها فرحانة جدا، خصوصاً إن كان بقالها فترة بتعاني من عدم وجود صحاب حواليها. اتعرفت في البداية على شانتل اللي عندها 21 سنة، وكان جيما عمرها وقتها 27 سنة، لكن فرق السن ده ما كانش معضلة بالنسبة لها، فكان عقل جيما أصغر من عمرها بكتير. جيما وشانتل قربوا من بعض جدا وقضوا وقت كبير مع بعض، وعلاقتهم بقت قوية جدا لدرجة إن جيما بدأت تعتبرها أقرب صحوة ليها. كانوا بيخرجوا علشان ياكلوا برا ويتفرجوا على أفلام. وبعد فترة شانتل عرفتها على مجموعة من صحابها. المجموعة دي كانت مكونة من 3 شباب وبنت، هنعرف عنهم تفاصيل أكتر بعد شوية. جيما والمجموعة دي بدأوا يخرجوا مع بعض كتير، وكانت جيما فرحانة جدا وحالتها النفسية اتحسنت، وحست إن حياتها بقت أجمل وأفضل، وإن أخيراً بقى عندها صحاب. بس ده ما استمرش كتير. الشرطة لقت جثتها بعد بلاغ من شخص شاكك إنه شاف جثة وهو بيجري جنب سكة قطر مهجورة. الشرطة لما وصلت المكان لقت راسها متغطية بكيس، وفي كدمات حوالين رقبتها، وخدوش على جسمها بالكامل. ولما شالوا الكيس عن وشها
كلهم خافوا من المنظر. كانت مضروبة ضربات عنيفة جدا لدرجة إن مناخيرها كانت باينة كأنها مفصولة عن وشها، ووشها من كتر الضرب كان لونه أسود، وواضح إن اللي قتلها ما اكتفاش بكده وبس، ده كمان كان فيه آثار رجلين على وشها، ولقوا طعنة ورا رقبتها. المسكينة دي ما اتقتلتش بس، دي تعرضت لأبشع أنواع التعذيب والإهانة والصدمة. لما فحصوا الجثة تم التعرف عليها، وكان سبب موتها إن هي اتخنقت من دمها. الضرب الوحشي اللي تعرضت له في مناخيرها خلى دم ينزف كتير منها، فسد ممرات التنفس، وده خنقها وموتها. الشرطة بلغت أهل جمع على طول أول ما تعرفوا عليها. الخبر كان مفزع جدا بالنسبة لهم، محدش يقدر يتخيل شعورهم لما شافوا جثة بنتهم بالمنظر البشع ده. حققت الشرطة مع أسرتها، واللي قالوا إنهم شاكين في أصحابها الجداد اللي تعرفت عليهم من فترة، وقالوا إن شانتيل كانت لطيفة وودودة في البداية، لكنهم لاحظوا إن في تغيرات كتير حصلت في حياة بنتهم، وإن مجموعة الصحاب الجديدة دول ممكن يكونوا مش كويسين. المجموعة دي كانت مكونة من شانتيل وحبيبها دانيال وجيسيكا وحبيبها جو ودانكن. كلهم كانوا أصغر من جيما، أعمارهم كانت ما بين 17 وال20 سنة، وكلهم ساكنين في حي واحد تقريبا. وكانت شانتيل هي القائدة أو المسيطرة على المجموعة. لما الشرطة عرفت المعلومات دي ما رضيتش إن هي تستجوبهم بسرعة، كانوا عايزين إثبات إن هم كانوا مع جيما في آخر يوم كانت حية فيه، وده اللي عملوه فعلا. لقوا كاميرا مراقبة قريبة من بيت شانتيل، صورتهم يوم 8 أغسطس في نص الليل وهم بيتمشوا كلهم، وجيما وراهم ماسكة كيس أبيض ومتجهين للحي اللي ساكنة فيه جيما. حاول المحققين تتبع سيرهم للنهاية بأكتر من كاميرا مراقبة، لكن ما وصلوش لحاجة لأن ما كانش فيه عدد كاميرات يغطي ده. بعدها بفترة المجموعة دي رجعت مع بعضها ولكن بدون جيما. والمفاجآت في القضية دي ما انتهتش هنا. الشرطة راحت لبيت عائلة جيما مرة تانية وسألت عن طبيعة علاقة بنتها بشانتيل، فالعيلة قالت لهم إن لما جيما تعرفت على شانتيل كانوا بيحسبوها بنت لطيفة وصبورة، وكانوا مبسوطين إن هي قريبة من بنتهم، خاصة إن هي بتعاني من صعوبة في شخصيتها وكلامها، ومحتاجة حد جنبها عنده صبر علشان يفهمها. علشان كده ما كانش عندها أصحاب لفترة طويلة. بس الانطباع ده تلاشى بسرعة لما اكتشفت الأسرة إن مفيش حاجة مشتركة بينهم. مثلا شانتيل وصحابها كانوا من النوع اللي بيحبوا الحفلات والسهر، بس بنتهم هادية وبتحب تفضل في البيت، فحست العيلة إنهم ممكن يبقوا مصاحبين بنتهم علشان بس مصلحتهم. وده اللي اتأكدوا منه بعد كده، لأنهم اكتشفوا إن كل أسبوع كان بيروح معاها شخص من المجموعة دي علشان تاخد فلوس الإعانة الأسبوعية بتاعتها، وغالباً كانت شانتيل هي اللي بتروح معاها، وكانت بتخلي جيما تصرف الفلوس دي على حاجات هي اللي محتاجاها، زي إن هم يروحوا لنوادي ليلية ويشربوا خمور أو تشتري الأكل ليها ولأصحابها. كانوا بيلعبوا بعقل جيما ببراعة، والمسكينة كانت متخيلة إنها لو صرفت الفلوس دي عليهم كده هيحبوها أكتر ويفضلوا معاها. وقبل الجريمة انتشرت إشاعة إن المجموعة دي بتستخدم شقتها كوقر لتعاطي المخدرات، وطبعا جيما ما كانتش فاهمة أو مستوعبة أي حاجة من دي. وفي يوم من الأيام كان في صديقة للعيلة سألت جيما عن إن لو الإشاعة دي حقيقية، فجيما قالت لها لأ، دي مش مخدرات، دي هدايا طلبوا مني أخبيها لحد يوم عيد ميلاد حد منهم علشان يقدموها له. فصديقة العيلة دي سألتها انتي ليه مصاحبة الناس دي؟ دول وحشين ومش شبهك. فجيما قالت لها لأ، دول صحابي وبيحبوني. محدش كان عارف ساعتها إن أصحابها دول أصلاً ليهم سوابق ومعروفين عند الشرطة، وكلهم تقريباً تم سجنهم في قضايا مختلفة، من مخدرات لتعدي لسرقة لمشاجرات. وقبل الجريمة بيوم واحد جيما كانت واقفة قدام محل، وشانتيل وحبيبها واقفين بعيد شوية بيبصوا عليها، وباين إنهم كانوا مستنيينها. وكانت بالصدفة صديقة العيلة دي ماشية قريب من المكان، ولما شافت جيما راحت لها علشان تسلم عليها، وأخدت بالها من وجود شانتيل وحبيبها، فسألتها بيعملوا إيه هنا؟ قالت لها هم بيقولولي محتاجين إيه وأنا بجيبه لهم. ساعتها صديقة العيلة دي قالت لها تقصدي بتسرقيه؟ فجيما قالت لها
وفي نفس اليوم ده بالليل راحت جيما مع الشلة دي لواحد من النوادي الليلية، وكان لازم يظهروا بطاقتهم الشخصية اللي بتثبت إنهم فوق ال 18 سنة. ولما شانتال اتقدمت علشان توري الحارس بطاقتها الشخصية، جيما هزرت مع الحارس وقالت له ما تدخلهاش لأنها 16 سنة بس. وعلى الرغم من إن هي كانت بتهزر إلا إن الحارس صدق كلامها وما سمحش للمجموعة كلها بالدخول، لأن ممكن بطاقتهم تبقى مزورة وهم تحت السن المسموح. حاولوا يوضحوا له إن جيما بتهزر، بس هو ما صدقش وطردهم، وغالباً اتصل بالنوادي القريبة علشان كمان ما يسمحلهمش بالدخول، لأن كل النوادي القريبة رفضت إن هي تدخلهم. يعني جيما بوظت عليهم سهرتهم، وساعتها كلهم غضبوا جداً، خصوصاً شانتال اللي فضلت تزقها وتبعدها عنهم بطريقة مهينة. وبقية المجموعة محدش اتكلم أو دافع عنها، بالعكس كانوا بيضحكوا ويستهزئوا بيها. رجعت جيما لبيتها في الليلة دي لوحدها، وتاني يوم الصبح اتصلت بشانتال علشان تقول لها إن هي نسيت شنطتها عندها في الشقة، فهل ينفع تيجي تاخدها؟ وافقت شانتال وقالت لها إن جيسيكا عندها وإنهم كمان هيطلبوا أكل. طلبت منها إن هي تيجي تقعد معاهم، ومن هنا محدش يعرف إيه اللي حصل جوه الشقة. استدعت الشرطة المجموعة كلها بعد ما جمعوا كل الأدلة دي وحققت معاهم. المشكلة إن هم كانوا بيتصرفوا بغرابة شديدة وكانوا باردين جدا وما بانش عليهم أي مشاعر، وده اللي خلى الشكوك تروح ناحيتهم أكتر. واستغل بعض أفراد الشرطة وجودهم في التحقيق وراحوا لبيت شانتال في السر وفتشوه، وهناك اتصدموا من اللي لقوه. كان فيه بقع دم كبيرة على الحيطة، ولما حللوا الدم لقوا إن ده دم جيما نفسها، ولما واجهوهم اعترفوا بفعلتهم البشعة. لما راحت جيما لبيت شانتال علشان تقضي معاها اليوم، اتفاجئت لما لقت المجموعة كلها في انتظارها، ولما شافوها جريوا عليها بسرعة وبدأوا يعذبوا فيها بشكل مش ممكن يخطر على بال حد. بدأوا يضربوها في وشها ويزقوها على الأرض ويدوسوا عليها. وبالنسبة للدم اللي على الحيطة كان بسبب إن واحد منهم مسكها من شعرها وضرب راسها جامد في الحيطة ورموها على الدفاية بوشها، وده كان السبب في إن مناخيرها تتكسر. ودلوقتي أكيد بتسألوا هي المسكينة دي ما كانتش بتصرخ؟ يعني ما طلبتش المساعدة من حد؟ مفيش حد من الجيران سمعها؟ لكن الحقيقة إن الوحوش دول ربطوا إيديها وحطوا على بقها شريط علشان ما تصرخش ولا تقاوم. وفي لحظة ما قرروا إنهم يحبسوها في الحمام وسابوها تنزف لوحدها، ورموا تليفونها في الحمام علشان ما تتصلش بحد أو تطلب النجدة. وكمان دانكن وجو قرروا إنهم يتبولوا في علبة وأجبروا جيما على الشرب منها. وبعد 4 ساعات من التعذيب قالوا لها إنهم هيوصلوها لبيتها. ساعتها المسكينة دي فرحت وحست إن خلاص العذاب ده ممكن ينتهي، ولكنها ما كانتش تعرف إن العذاب ده لسه ليه بقية، وإنهم ما خلصوش رغبتهم المريضة لسه. كاميرا المراقبة بينت جيما والشلة وهم خارجين من الشقة وماشيين في اتجاه الحي اللي هي ساكنة فيه، وكانت جيما وراهم ماسكة كيس في إيديها وباين إن هي تعبانة لأنها كانت بتتطوح في مشيتها. وفي لحظة ما في الفيديو كانت بتمسح دم من على مناخيرها، وكانت لابسة هدوم طويلة علشان تغطي كل الجروح والكدمات اللي على جسمها. أخدوها لسكة القطر المهجورة اللي كانت تعتبر طريق مختصر لبيتها، بس هم غيروا الاتجاه اللي المفروض يدخلوا منه علشان يكملوا تعذيب فيها، وخلوها تخلع كل هدومها وحطوا كيس على دماغها وربطوه كويس وكملوا ضرب فيها ودهس في وشها، وحد فيهم طعنها ورا رقبتها. واستمروا في ده لدقايق لحد ما جسمها سكت تماما وصوتها اختفى. ساعتها عرفوا إنها فرقت الحياة، ووقفوا كلهم يبصوا للجثة بكل برود وحاولوا إنهم يحرقوا هدومها علشان يتخلصوا من كل الأدلة، وبدأوا يتأكدوا إن مفيش حد شافهم وسابوا المكان ومشوا. رجعوا لبيت شانتال وكأن مفيش أي حاجة حصلت، وكاميرات المراقبة بينت شانتال وهي راجعة بتهزر مع حبيبها كأنهم ما ارتكبوش جريمة قتل من دقايق. استمرت محاكمة الوحوش دول 8 أسابيع سنة 2011، وساعتها ما كانوش مهتمين أبداً باللي بيحصل حواليهم، كانوا بيضحكوا وبيتكلموا مع بعض. وتم الحكم على جيسيكا ودانكن بأقل تهمة في القتل العمد،
اتحكم على جيسيكا بالسجن لمدة 13 سنة ودانكن 15 سنة. وللأسف السبب في الأحكام دي إنهم ما عنفوش جيما بنفس القدر اللي عنفها بيه الباقي، فهم مش سبب أساسي في قتلها. أما شانتال ودانيال وجو تم الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة، 21 سنة كحد أدنى لشانتال، و20 سنة كحد أدنى لدانيال، و18 سنة كحد أدنى لجو، قبل ما يبقى ليهم الحق في طلب الإفراج المشروط. وأخيراً تم التحقيق في مراكز الرعاية اللي رفضت مساعدة جيما وتعيين مساعد ليها، لأن مامتها كانت مقتنعة إن لو بنتها حصلت على المساعدة اللازمة للعناية بذوي الاحتياجات الخاصة ما كانش حصل اللي حصل، وما كانتش هتلاقي نفسها وسط أصحاب زي دول. والأهم إنها كان زمانها لسه عايشة. وكده تبقى حكاية النهاردة خلصت. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. مع السلامة.